مرحبا بك يا آلاء، مرحبا. اهلا ومرحبا بك يا آلاء، الف 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 مبروك. مرحبا بك يا آلاء. التفوق. الف مبروك لك، الف مبروك. مرحبا بك انت الان على الهواء، مرحبا تفضلي. بك ومليون مبروك. اهلا ومرحبا بك يا آلاء، الف 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 مبروك. الله يبارك فيك، الله يسلمك. تفضلي في الموسيقى. تيسير ونحن يلا شرفتونا في استوديو بيتنا. انتم متابعين الآلاء. مصعب الحلاوه. حقدمها انا يا مصعب طيب عشان ده فعل. استنى اقدم اول. مصعب لابس المايك جاهز طبعا كالعاده. ان شاء الله بتدوني اون يعني المايك فاتح الان. نهى دارت تقدم زغروطه شكلها. تفضلي يا مبروك، الف 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 مبروك. نحن حابين نهني كل المشاهدين بنجاح جايبين مليانة. أفلامهم، ونهني آلاء على الهواء مباشرة من داخل الاستوديو. احنا تعبنا طبعا تعب شديد عشان نجيبها طبعاً هنا، تعب شديد. وسعيدين جدا بان يعني قدرنا في النهايه انه نجيبها الاستوديو بيتنا حصريا لاول مره وسط السودان. مبروك يا آلاء، والليله احساسك كنجمه وكل القنوات الفضائيه كانت بتتسابق والصحفيين وكده انه يجيبوكي، ده نتكلم عن احساسك الليله. انت الليله سوبر ستار السودان. تفضلي. نهى انا ماسكه لك الساعه، اسمها دي ساعه طبعا. طبعا اول ما طلعت النتيجه يعني صار فرحه شديده بجد، يعني ما اظن في تعبير بجد كلمه توصف الاحساس لما طلعت النتيجه، والحمد لله. كنت متوقع النتيجة يا آلاء؟ متوقع في العشر الاوائل، لكن قلت السودان دي ما في ناس طبعا يعني قصه الثقه إحساسك دي، كان كيف؟ قصه الثقه دي يا آلاء وهي لي بيننا حاجه جميله جدا جدا. فانت كنت واثقه انك انت حتجي من العشره الاوائل، لكن شكلك ملخومه ولا شنو يا آلاء؟ الجرايد لا اسال المفاجاه ما نعم. يعني جوا الصحافه جوا الاعلام المهمه دي وريها مصعب. كنت حاضر مؤتمر الصحفي؟ كنت حضرت في البيت. حضرت لما زعت الوزيره آلاء عبد المنان كذا كذا، اللحظه دي كانت كيف؟ نو كومنت. بجد يعني كانت الحمد لله فرحه كبيره يعني وناس البيت واحساسهم جد يعني كبيره. طيب يا اخوان احنا لو وديتونا مايك زين عندنا مشكله في تاني. الصوت. مصعب قرب او ممكن تقعد يا آلاء عشان نحتفل بيك وانت قاعده في الكرسي. تفضلي. اتفضلي. معانا اخوها محمد. تفضلي. تفضل. ليه تفضل. تفضلوا. وسرور نكتمل في فرحة وأمل، وسرور نكتمل في فرحة وأمل، قابلنا الصباح. النجاح زاد قلبي انشراح، وسرور نكتمل. واحدة فيكم تيجي يمنا. تحية لكم مشاهدينا من جديد، ما زلنا على الهواء مباشرة. طبعا احنا ضيوف يعمل مشكلة كده خلي انت ضيف ذاتك، خلي الضيف الثاني يا اخو آلاء يجينا كمان على الهواء. تفضل تعال. مرحبا بك. عارفيني باخوك؟ مبروك يا اخي. الف مبروك. محمد عطل منان. تفضل. محمد عاطل منان. تفضل تفضل تعال وياي مختك يا باشمهندس. تفضل تفضل. خليك جنب آلاء هنا. تفضل تفضل يا جماعة. بيت بيتكم. الحلاوه يا مصعب. تفضل. ده الباكيت بتاع حلاوة كويسة يا ندى. كيف الحلاوه متنوعه على الليله. طيب شكرا يا مصعب. امسك المايك. نرحب بكم مرة ثانية. طبعا مشاهدينا كنا في قصة طويلة مع انصباغ مع الزميلات برضو. مصعب هاكل لنا كواليس اختطافات. ونهى وكل الزملاء في حلتكم دي. وين هي اسمها الطائف ولا المعمورة ولا اسمها؟ المعمورة مربع كم يعني؟ معمورة مربع 71. ارفع المايك. معمورة مربع 71 منزل رقم 199. ما شاء الله. الدائرة لا كله يمشي المنزل لا. نعم. طوالي يعني كان له. اختصار كيف يا مصعب؟ محمد ذاته واحد من المتفوقين اوائل السودان اللي هو اخو آلاء، يعني الاسره كلها متفوقه. احكي لنا عن التفوق والنجاح في الاسره يعني يا محمد. والله الحمد لله في الأول بعد فضل الله سبحانه وتعالى بيرجع الدور إلى الأسرة الكريمة للوالد والوالدة من دورهم وتحفيزهم لنا. الدور الكبير اللي بيبذلوه في البيت من التحفيز لنا نحن، وبيقدموا لنا كل ما بيقدروا يعملوه. يعني الجو في البيت بيكون مهيأ تماما للدراسة، والاخوان بيكونوا مهيئين للزول حتى يساعدوه اساس انه بيحتاج شنو وبيقدروا يقدموا له. نعم.
نعم. انا قبل ما نرجع لآلاء وندي كمان الزميلات الموجودات معنا داخل الاستوديو فرصه، انا داير احكي، داير مصعب ذاته يحكي لنا كواليس اختطاف آلاء من البيت، لانه كانت في ازدحام كبير جدا من وسائل الاعلام المختلفه، وكلهم كانوا بيتمنوا انه آلاء يعني تكون يكون سبق صحفي بالنسبه لهم، لكن الان بيتنا تقريبا اول برنامج تطلع فيه آلاء على الهواء مباشره. نعم. انا داير مصعب يحكي لنا. احنا متوقعين برضه في اللحظات دي سيد وزير التربيه ولايه الخرطوم مكوار يكون موجود معنا الان، كذلك الاخوه في اتحاد طلاب ولايه الخرطوم برضه هم حيقدموا هدايا حيكونوا معنا على الهواء، ودي فرصه لانه اي زول ما هنى آلاء يهنيها الان على الهواء مباشره عبر التليفون اللي حيصل على الشاشه وارقامنا المتعارف عليها، لكن طبعا ما عبر موبايلي الشخصي، موبايلي الشخصي ما للتهاني، وصلت بعض التهاني من بعض الناس، لاحسن تهنوا عبر الموبايل او على تليفون الاستوديو. لكن طبعا المجهود بتاع انه لقينا آلاء ومحمد طبعا ده كله عشان هم يكسبوا نفس شويه كده، لانه جايين باخر سرعه والكباري كانت فيها مشكله وحركه، كان في زحمه حاصله. نعم. لكن الجهاز ده حق كل الزملاء ما حق مصعب براو، يعني نهى وتيسير واشرف جعفر ومين ورجاء داوود، وفي فريق ثاني كان برضه بهناك مع ناس خالد رمضان، كلنا تقابلنا في لحظه واحده وفي مجموعه من القنوات، لكن آلاء ومحمد موجودين معانا في البيت. في البيت اللي هو بيتنا مناسبه في بيتنا. في بيتنا. انت طبعا تكلمتي عن التوقع النتيجه والنسبه الكبيره، طبعا كل الناس بحكم المعرفه اللصيقه بك وبانك انت زول متفوقه في المدرسه كانوا متوقعين لك انك تجيب نسبه كبيره. انت فاجاتي الناس، ربما ما كل الناس، بعض الناس منهم بانك احرزت المرتبه الاولى على مستوى السودان ب 96.7%. هي احلام وطموحات ومستقبل عريض بيتشكل قدامك الان، انت في طريقك بخطى حثيثه انك تحققيه بالنسبه لك انت وبالنسبه لاسرتك الكريمه، بالنسبه لزميلاتك، بالنسبه لبنات جيلك، بالنسبه لبنات السودان بصوره عامه. هذا التفوق في مستقبل آلاء الشخصي، في مستقبل السودان كونه يكسب آلاء هذه الدره النفيسه المتفوقه، بيشكل لك شو؟ طبعا يعني التفوق بيكون حافز لاي لا زول. صوتك معلش مش عشان الليله الفرحه وشويه، لكن فعلا يعني التفوق بيكون حافز لاي زول انه لقدام يساهم في بلده، يساهم في التنميه على مستوى الشخصي، على مستوى اسرته، على مستوى المجتمع، على مستوى بلده، وان شاء الله تكون بدايه، ان شاء الله تكون بدايه كويسه. حابه تدرسي شنو يا آلاء انت؟ لسه ما قررت، يعني بين صيدله وطب ان شاء الله. بين الصيدله والطب. بين صيدله وطب فعلا. طيب ممكن اسال سؤال يا نعم. عمر؟ يمكن هو معنا سؤال والد آلاء طبعا على الهواء مباشرة، هو في المملكة العربية السعودية، موجود وين في السعودية الآن؟ هو سامعنا الآن؟ في الدمام. في الدمام، في المنطقة الشرقية في المملكة. في المنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية. نحن بدنا نفتح السبيكر، أحسن نخش عليه في الكنترول مش أفضل، حتى إنه يسمع المشاهدين كلهم. شكله ما في إمكانية إنه أيوة. طيب معنا الآن هو، طيب معنا الآن. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا حاج عطا منان، يا أخي ألف مبروك. ممكن ما ألف مبروك. ألف مبروك، يعني ألف مبروك النجاح ده. سمعت الخبر أول وين؟ في المؤتمر الصحفي ولا ضربوا لك تليفون؟ في المؤتمر. نحن مشينا لقينا خالو الزين وناس البيت كلهم موجودين هناك، والأهل كلهم يعني متلمين في المعمورة. جزاهم الله خير. نعم نعم. شنو الرسالة اللي ممكن ترسلها الآن لبنتك آلاء وللناس اللي بيتابعونا الآن؟ شايف محمد برضو الباشمهندس ما شاء الله منور الاستوديو معانا. جزاكم الله خير، والله بنقول ألف مبروك وربنا يوفقها، ونتمنى لها التوفيق دائما إن شاء الله. ربنا يوفقها. نعم. هي تعتبر بداية، ونسأل الله التوفيق يعني. نعم. هذه فعلا من نعم الله على عباده يعني. نعم. نعم. الله من نعم الله، نسأل الله لها التوفيق وربنا يحفظها وربنا يوفقها إن شاء الله. طيب نحن نخلي نحن برضه الإعلام في مجموعة من أخواننا المغتربين بنتبع في الحدث الآن. يا سلام. طيب نحن نخلي معاك آلاء طوادي، نشوف كلام بين أبو وبنته المتفوقة وولد السودان على الهواء، المشاهدين بيتابعوا. نشوف الأبو بيقول لها شنو، هي بتقول له شنو، وكمان بيوصيها بشنو، بتطلب شنو. جزاكم الله خير. تفضل. الو. السلام عليكم يا آلاء، وألف مبروك يا وعليكم السلام. إن شاء الله. وللبداية نحمد ربه كثيرا، هذه من نعم الله يعني. الحمد لله الحمد لله. ربنا يوفقك وربنا يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله خلوه ان شاء الله. ان شاء الله، ده كله بفضل جهودكم. التوفيق دائما. ان شاء الله. ان شاء الله، ده كله بفضل جهودكم. ان شاء الله، وربنا يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. عم عطا، لو انت سامعني الان، انت سامعني؟ نعم انا متابع.
طيب انا هديتك لالاء، طبعا اكيد هي بيكون انت عامله مفاجاه، لكن انا عايزك تفاجئ الاء وتفاجئ كل المشاهدين الان على الهواء بشنو الهديه اللي انت قررت انك تقدمها لالاء بمناسبه نجاح. انا سامعني كويس انت؟ الو، فقدنا الاتصال. الهديه مصره انها تكون مفاجاه. شكله انه المفاجاه حيقول بكره طوالي حيكون معنا في خرطوم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا كنت بس هو يمكن هو سؤال تقليدي، ولكن حتى تكوني قدوه لكثير يمكن مقبلين السنه الجايه على امتحانات، ويمكن يعني كثير بيفتكروا بانه قصه التفوق دي هي حاجه مستحيله. فانا عايزاك انت مش تورينا طريقه قرايتك او كيف، لكن توري الناس بانه قصه يعني ما في طالب بليد، لكن في طالب مجتهد وفي طالب ما مجتهد. احنا عايزين نقول في النهايه بانه الاجتهاد هو اساس التفوق. فيا ريت لو انت في كلمات بسيطه كده طمنتي كل الطلبه ديل، الناس ديل لو اجتهدوا اكيد حيكونوا من المتفوقين باذن الله تعالى. فعلا يعني امتحانات الشهاده السودانيه عايزه تركيز، عايزه اجتهاد شخصي من الطالب، يتبع تعليم الاساتذه اداره المدرسه، وما في حاجه مستحيله يعني من امكانيات اي طالب. نعم. ممكن انه يحرز اكبر نعم. نسبه عادي. نعم محمد. ايوه انا بحكي قصه بسيطه عن الاء. الاء دي غير انها كانت زوله مجتهده، هي احكي لكم قصه بتاعت، انا اقول لنا قصه كفاح. نعم. في الاول الاء دي كانت لحد الصف الثاني سنه، لحد الصف الثامن كان بتقرا بالمنهج الاي جي. اوكي، نحن في الفتره ديك اللي هو شنو اي جي؟ اي جي اللي هو نعم. شهاده بريطانيه. الشهاده البريطانيه. نعم.